السلام عليكم أحبائي أعزائي المتابعين. اليوم جبت لكم وصفة الممبار. احنا بالعراق طبعا نسميها ممبار، ما أعرف بالدول الباقية شو يسمونها. هنا أنا كنت أنظف الممبار من الشحومات، الشحم. طبعا اكو بعض الناس يحبونه، تبقى حسب الرغبة، بس احنا ما نحبه. ارفعه كامل، وهاي هسه قلبته طبعا بالعكس، وانظف الداخل تبعه. نقعته قبله ب10 دقائق بماء حار، وهنا أنا كنت انظفه اغسله جيد جدا. شوفوا ايش قد حلو صار معايا، ابيض وما شاء الله مثل العسل. تأكدت من أنه الداخل نظيف وما بي أي اسمرار أو أي شيء أو أي شوائب. فبعد ما نظفته وكملته حبايبي، حطيته تحت الماء الجاري طبعا، وقطعة قطعة نظفتها كامل. يعني ما تعب كثير، خاصة إذا قبلها تنقعوا ب10 دقائق. ننقع قبلها ب10 دقائق بماء فاتر حار. وبعد ما كملته وغسلته طبعا كلش جيد، فحطيت الممبار بالخل، نقعت الممبار بالخل تقريبا ربع ساعة 3 ساعة حسب الوقت اللي متوفر عندكم. شوفوا ايش قد حلو صار ويانا، ما شاء الله أبيض، والداخل كلش نظيف وما بي أي شوائب. وهنا أنا كنت أقطع اللحم طبعا داخل الحشوة ويا الرز أكيد يعني. فبهاي الطريقة قطعته. القطع كانت يعني متوسطة الحجم، يعني ما تكون لا صغيرة ولا كبيرة، تكون متوسطة بهذه الطريقة. تابعوني للأخير، وحبايبي لا تنسون اللايك والاشتراك. حقطع الكمية كلها وارجع لكم. هنا كملت الكمية طبعا نصف كيلو كامل الهبرة. هنا غسلت التمن الرز طبعا وحطيت عليه مرقة الدجاج كيسين، وهنا الفلفل الأسود الحاد، وراح أحط عليه الملح. طبعا اكو بعض الدول يحطون بيه الخضرة الطماطم، بس احنا ما نحبه هيك بالعراق وخاصة بالموصل. وهنا حطيت عليه ثوم، برشت عليه ثوم كلش ينطي طعم حلو، وشوية زيت نباتي عادي. وهنا غسلت اللحم وحطيته، وخلطت الخلطة عندي كل زين، وإن شاء الله راح أحشيها وياكم. نبدأ نحشيها وياكم طيب. وهنا بديت أحشي الممبار طبعا بهالطريقة هاي. كان يعني مو صعب علي، أحب هاي الطريقة بالحشي. طبعا أكو يحشونها بغير طرق، بس أنا متعودة على هاي الطريقة وسهلة كلش. شوفوا حبايبي، يعني بعد ما أكمل من هاي الصفحة من هالجهة أنزله شوي شوي هيك بهاي الطريقة لحتى أكمل الممبار كامل بهالطريقة. كل سهل وما ياخذ وقت منك كثير، ويطلع يعني ما تحشوه كثير حتى يطلع الرز مستوي. لازم ما نحشي كثير، نحط فراغات وحتى يطلع معانا الرز. تقريبا أنا جبت 2 كيلو من الممبار، وحطيت 2 كيلو رز مع نصف كيلو هبرة بالداخل لحم. بعد ما كملت الحشو كامل، هنا حطيت المي وغليته طبعا ويا مرقة الدجاج والفلفل والملح فقط، ما نحب
أخذت معايا الاستواء تقريبا ساعة ونص، ساعة ونصف، لأنه الممبار كان تازة كلش. الحمد لله ما أخذ وقت هواية مني، أكو ساعتين أكو ساعتين ونصف، بس هذا أخذ مني ساعة ونصف صراحة. هنا بعد ما استوى كامل ما شاء الله، الريحة ما أقول لكم عبت المطبخ ما شاء الله، يعني كلش طلع طيب، طعمه ناهي ما شاء الله، لأن أكو ناس تحبها مقلية. والسلام عليكم أحبائي، لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعلون الجرس لحتى يصلكم كل جديدنا. السلام عليكم.